السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم. ألف مبروك للنادي الأهلي على الفوز المستحق وعلى صدارة بطولة الدوري. وإحنا عارفين إن بطل الدوري إما بيمسك الأول بيبقى على طول الأول. النهارده مكاسب الأهلي كانت كتيرة جدا، أهمها الثقة الكبيرة اللي كانت موجودة في لاعبي الأهلي. والشيء الجميل كمان عندنا النهارده كان الشناوي كان أكتر من رائع. الشناوي كان جميل جدا في المباراة، كان متألق بصراحة. النهارده الشناوي الحمد لله رجعت له الروح الكبيرة والثقة العالية كالعادة. هو ده الشناوي بتاع زمان اللي احنا عارفينه. ألف مبروك للنادي الأهلي. نجم الأهلي السابق معتز إينو بيقول يا جماعة زي ما الأهلي جاب موديست وموديست جه مع العفش وما كانش ليه لازمة في الأهلي، برضه نفس الحكاية ميشالك وسامسون في الزمالك جم مع العفش. بيقولوا إن التلات لعيبة دول يا جماعة واخدين أماكن وخلاص في الملعب. بيقولوا إن لازم الزمالك يراجع حساباته بالنسبة لميشالك، لأن اللاعب ما قدمش نفسه خالص لحد دلوقتي، والمفروض ان الجماهير مستنية منه اكتر من كده. الحاجة التانية كمان بيأكد على تجديد عقد حمزة المسلوسي. بيقول يا جماعة حمزة المسلوسي ملوش اي وجود في الزمالك، حمزة المسلوسي مستواه سيء جدا، المفروض الزمالك ما يجددلوش لان الناس مستنية اكتر من كده ليه، لكن ما قدمش ورق اعتماده ولا اي عروض ولا اظهر نفسه خالص في الملعب. حمزة المسلوسي اداؤه سيء جدا، المفروض الزمالك يراجع حساباته في تجديد عقده. النجم الكبير نجم فريق المغرب، النجم المحبوب اشرف داري. اشرف داري احنا مش محظوظين معاه بجد، من ساعة ما جه هو في اصابات. بس بالنسبة للاصابة اللي حصلت النهاردة في ماتش سموحة، هو جاله اصابة بسيطة في الشوط الاول، شد في العضلة الخلفية. والاهلي برضو كالعادة مش هيستعجل طبعا على ان هو يستعجله في ان هو يخف والكلام ده كله. من الكشف على اللاعب في الفحوصات الطبية ويشوفوا مدى اصابته وهيغيب عن الملاعب قد ايه. ان شاء الله تكون الاصابة بسيطة باذن الله. احنا لحد دلوقتي بجد ما استفدناش بجهوده وامكانيات النجم اشرف داري، لكن بصراحة هو يستاهل ان الاهلي يصبر ويطول معاه. انت مش ببساطة بتلاقي مدافع قوي ومهم وخبرة، وده مش اي مدافع، ده مدافع منتخب المغرب. النجم الكبير عمرو السولية الاهلي بيوجه رسالة مهمة جدا ليه وبيقول له يا كابتن عمرو، احنا عمرنا ما هنقف قدام مصلحتك، لكن الاهلي يحب ان انت تكون راضي عن العقد اللي يجيلك. بمعنى ان الاهلي مش بيتخلص من اللعيبة، لا، الاهلي يحب يودي اللاعب في مكان برضو امن وكويس وهو يكون راضي عنه، سواء بيع او اعارة. المهم يكون الطرفين راضيين عن حاجة زي كده، لان الاهلي زي ما انتم عارفين بيحافظ على لاعب. مش عايزين ننسى اهم خبر برضو من اخبار النادي الاهلي بالنسبة لماتش سموحة، وهو اختيار النجم امام عاشور رجل المباراة. امام عاشور بدأ يركز في الملعب ويستعيد مستواه بالتدريج، لان هو فعلا عنده امكانيات اكتر من كده، وهو قادر ان هو يكون نجم مصر الاول ان شاء الله باذن الله. وبكده يبقى وصلنا لنهاية الفيديو. نتمنى يكون الفيديو عجبكم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.